مرحبا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. ورجعت لكم بفيديو جديد لليوم. قبل ما نبلش الفيديو تبعنا بتمنى من الكل يصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ونبدا بسم الله. زي ما انتم شايفين رح اعمل معاكم بسبوسه الفستق الحلبي بطريقه كتير سهله وبسيطه، وحابين تشوفوا الوصفه تابعوني. مثل ما حكيت لكم باول فيديو رح اعمل معاكم بسبوسه فستق حلبي بطريقه كتير سهله. خلينا نغير عن الاكلات اللي فيها كتير سكر وهيك. برمضان بتعرفوا قديش الواحد بيحب هاي الاكلات، فرح اعمل اكله خفيفه معاكم. هون عندي مكوناتها كتير بسيطه. هون عندي بيضتين، هذا رح اخفقه بالمضرب الكهربائي على السريع. وهون هلا عندي هون حطيت، انا ما عندي سميد خشن، فيكم تحطوا سميد خشن فيكم ناعم، انا حطيت ناعم. تمام، كوب سميد خشن. وعندي بيكنج باودر وفانيلا. تمام، نص كوب سكر. هلا السكر كمية السكر فيكم تتحكموا انتم فيها زي ما بدكم. تمام، هرجع انا هون نص كوب سكر، نص كوب لبن، ونص كوب جوز الهند. هلا هون نحط ملون طعام اخضر، فيكم تحطوه فيكم ما تحطوه. رشة ملح خفيفة وبيكربونات الصوديوم ورشة خل. تمام، رح احطهم مع البيض هدول والفانيلا. هلا عندي هون نص كوب فستق حلبي، بدي طحنته شوي. وعندي نص كوب زيت نباتي. هلا رح احط السوائل مع بعض عشان اخلطهم، واللبن بدي اخفقه، والفانيلا. تمام، هاي رشة الملح. هلا خليني اخفقهم بالمضرب وبرجع لكم. هلا انا خفقتهم هون. هلا رح نحط بقية المكونات. تمام، هلا رح احط البيكنج باودر، وانا هلا رح احطه بقلب التارت. هاي الحوادث لازم بالمطبخ. احطه بقلب التارت، الكربونات، وعندي الفستق الحلبي، الجوز والسميد. انا عندي هذا القالب، هذا القالب دهنته طحينه. هذا غيراته قليله بتيجي، فيكم انتو اذا بدكم القالب اكبر. هلا رح احط ملون طعام عشان كله يتحرك مع بعض. هلا فيكم ما تحطوها هاي، انا بس لانه الفستق الحلبي هون ما بيجي لونه اخضر، يطلع لونه شكله حلو. يا سلام. لما نحن بنعين نفس المقادير بيطلع معاكم العيار تمام، يعني ما بتحتاج انكم تحطوا اي شيء. احيانا انا بيطلع معي الخليط سميك، فبضطر اني احط شوية حليب، شوية لبن. اللبن عندي جامد انا هون، بس انا ما حاسه انه بده شيء. اذا بدنا نحط له، بحب انا احط شوية حليب، هاي اختياري، هي مش موجودة بالوصفة بس انتم فيكم ما تحطوها. ليكم شايفة، بس بحط شوية حليب بس مشان اعرف احرك المكونات تمام، لان اللبن عندي زي ما قلت لكم جامد. راح احط شوية ملون طعام، يطلع لونه احلى. كمان رح اعمل له قشطة تانية جديدة، هاي غير نوع القشطة اللي بعملها كل مرة. هلا بعملها معه بس يبرد شوي، بعملها معكم. كمان سهل كتير. هلا هيك الخليط تمام. في اسهل من هيك واسرع من هيك، طريقة كتير سهلة سهلة، وصدقوني ما بتاكل وقت منكم، يعني بتعملوها انتوا واقفين تمام. هلا انا بحط الصينية تحتيه مشان ما اذا وقع ما بوقع بالفرن.
انا شغل الفرن على 180 من فوق ومن تحت. هلا بنشوف بس يتحمر معنا بنطلعه وبسوي القشطه معاكم. تمام. هاي الخطه لازم. هلا رح احطه بحمره وبرجع لكم نسوي القشطه مع بعض. هلا هون القشطه رح احطها على الوجه. حطيت كوبين حليب، حطيت معلقتين نشا، واذا بدكم بتحطوا معلقتين طحين بدل النشا يعني. وهون حطيت رح احط ماء ورد اخر شي، ورح احط علبه القشطه. تمام. هلا رح اركن على الغاز. انا ما شغلت الغاز بعدني. هلا رح اركن واحطهم على الوجه وازينهم. وبهيك انا خلصت وصفتي لليوم. ليك وزينتها بفستق حلبي وبورد الورد المجفف للزينه. انتم فيكم تزينوها باي طريقه بدكم اياها. بتمنى يا رب وصفتي نالت اعجابكم. والقشطه الطريقه هاي كمان جربوها، كتير سهله وبسيطه وما بتاكل وقت منكم. لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتدعموني شوي، وان شاء الله تضلوا بالف خير يا رب.